اتسرقوا؟ طب ازاي؟ ده السؤال اللي كنت دايما بساله لما جت سيره المسلات. شلتوها ازاي يا ولاد الحراميه؟ يعني مسله طولها 41 متر ووزنها 1168 طن، شلتوها ازاي؟ قولوا لي شلتوها ازاي؟ مسلاتنا ما شاء الله عليها منوره كل العواصم الاوروبيه، فده خلاني اسال السؤال ده. كعاده الانجليز دايما بيبهروني في طرقهم في السرقه، وده صح لان الانجليز هم اللي ابتكروا طريقه نقل المسلات لبره. ببساطه كانوا بيحطوا المسله في انبوبه حديديه كبيره جدا وبيحطوها في البحر وبتجرها باخره او ناقله بحريه كبيره. يعني مثلا في مسله سنه 1877 اتنقلت للندن، كانت هديه من محمد علي بيوزع من مال امه هو. المصريين القدماء تقريبا كانوا عاملين 55 مسله. الموجود في مصر على حد ما قريت في الكتاب 5 مسلات بس، اتنهبنا في 50، يعني متفرقين، اللي في روما واللي في باريس واللي في لندن واللي في تركيا، ما تعدش. هاتوا الفلوس اللي عليك. بص يا صاحبي، مصر قبل سنة 1835 كانت حرفيا سداح مداح، يعني الآثار كانت بتتهرب من